ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو بتاع النهارده هنعمل سمك مقلي بالتتبيله التحفه، وازاي تخلي السمكه مقرمشه معاكي ما تكونش طريه. وهنقدم معاه كمان الرز الابيض. للي لسه بيتفرج على القناه، دي قناه هند سليم. لو عجبك الفيديو حطي لايك واعملي اشتراك في القناه وفعلي زر الجرس علشان كل ما اعمل فيديو يوصلك مني. اول حاجه هنا عملتها، جيت قشرت السمك بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. نضفته كويس جدا ورشيته ملح. تبليه بالملح وسيبيه كده حوالي نص ساعة معاكي علشان لحم السمك يكون متماسك معاكي. بعد ما سيبناه كده نص ساعة في الملح، جبناه غسلناه وجبنا بقى التتبيلة دي انا كنت مصورها معاكم في فيديو قبل كده. دي تتبيلة للسمك بس. هجيب السمك كده واحشي بيه من بطنه. هحشيها كده بالتتبيلة حشوة كده ممتازة، واحطه كده على جنب واركنه. بعد كده بجيب طبق، معايا طبق احط فيه شوية من الدقيق علشان ابدر بيه السمك علشان يتقلي معايا. مش هكتر بقى، اجيب السمك وادهنه كويس بالدقيق، بس ما تخليش الدقيق يكون سميك قوي على السمك. اعملي له كفر كده، بس تيجي في الاخر بقى وتروحي منفضه السمكه كده وتنطريها من الدقيق زي ما انتم شايفين بالشكل ده. ما خليتهاش تشرب دقيق ياما عشان ما تعملش طبقه كده تخينه من فوق الوش، وبتبقى السمكه معاكي طريه ومش بتبقى مقرمشه. بعد كده معايا طاسه سخنه على النار وفيها زيت متوسط، ما تحطيش زيت غزير. الزيت الغزير بقى يا جماعه هو اللي بيخلي السمكه معاكي طريه مش مقرمشه. اما كل ما تقللي كمية الزيت كل السمكة ما تطلع معاكي ناشفة وفصلها مقرمش وجميل في الاكل. قلبي بقى السمك، خليه ياخد التحمير من كل ناحية، من كل جانب قلبيه شمال كده وبعد كده من الناحية التانية. خدي بالك بقى، كل ما قليتي السمك على نار هادية كل السمكة ما كانت معاكي مقرمشة ولحمها بيبقى مستوي جميل. اما لو كنت بتقليها على نار عالية، فهي النار العالية بتحرق السمك وما بيبقاش معاكي قلي وما بيبقاش كويس. خلاص هنا خلصت كمية السمك بتاعتي وعملنا معاه الرز الابيض وقدمناه غرفناه بالطريقة دي. وقدمي بقى معاه السلطة الخضراء والطحينة وبالهنا والشفا وبس. وده كان الفيديو بتاعنا. لو عجبك بقى حطي لايك واعملي اشتراك في القناة وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. ويا رب الفيديو يكون خفيف وعجبكم، ومع السلامة.